هاي حج منعم جاي، اكيد هيطلب مننا فلوس. هو ما راحش غير الفلوس، كل شويه مزنوق مزنوق. يا حاج باكر، عامل ايه يا راجل يا عمده؟ يا عمده، منور الفيس يا عم بالصور المنزله ده، لما دوست لك لايكات على طول وتابعات ولايكات، والعيال ولادك منورين والدنيا الله هيصه معاكم. لخص يا حاج منعم، ايه عايز ايه؟ شكلك كده جاي مزنوق. صراحه انا عايز منك 400 جنيه 5 ايام بس وارجعهم لك. 5 ايام. 5 ايام؟ 5 ايام. ماشي يا حاج منعم. ال 400 جنيه احلى 400 جنيه. ماشي يا باشا. 5 ايام وتجيبهم. 5 ايام. ماشي يا حاج عايز منعم. حاجات؟ حبيبي. ما تديلي يا ابويا الراجل ده. يا عم الحمد لله ان احنا معانا وما نفك زنقة الناس، ربنا يقدرنا دايما ونفك زنقة الناس ويجعل لينا ما علينا. يجعل لينا ايه؟ ما عليه. ما انت حافظ اهو. وانت ايه رايك في الحاج منعم، هيرجعهم ولا لا؟ انا شكليا كده مش على بعضي، بل مش هرجعهم. هنجربوا مره برضه ان احنا معانا، ويجي لك حد برضه لازم تفك زنقته، عشان لما تحتاج حد يفك زنقتك تلاقي ايه. ماشي الاقي. تلاقي جدع. يا ابويا يا ابويا، ايه يا ابني؟ 5 ايام دخلوا في 5 شهور، الحاج منعم ما جابلكش الفلوس. طب هعمل ايه طيب يا ابني؟ انا مش قلت لك مش هيجيبوا. انا مش قلت لك. قلت والله يا ابني، بس هعمل ايه طيب؟ هو الواحد لما يجي يستلف يبقى ملاك، ولما يجي يرد يتقلب ويتحول يبقى شيطان. تعالوا نوصل له مع بعض كده، بس لما نروح هناك ما هو لازم اليومين دول اللي ما يطالب على فلوسه يطلع لنفسه اعذار عشان اللي مستلفها يردها له. ماشي. عايزين نطلع لهم شويه اعذار كده عشان يحس على دمه ويرجعها. ماشي. يلا بينا. يلا. تصدق يا حاج منعم؟ اتفضل. امبارح بعتنا نجيب كيلو لحم، لقينا كيلو اللحم ب 400 جنيه. طب وانت ليه تجيب لحم؟ ما تاكل فراخ. يعني هي الفراخ اللي رخيصه؟ الحاجه اللي تغلى ما تشتريهاش، مش شرط يعني فراخ ولحم. عارف يا ابويا، فاتورة المية جت علينا ب 400 جنيه. سمعت مش هطلع. طب يا حاج باكر مش لازم تشرب، وكل ما عايز يعطش يشرب، كل ما تعطش تشرب، واصفر يعني حتى كتر الميه المدعم البواسير. عارف يا حاج منعم، ده انا ابويا كشف عليا وجاب لي العلاج ب 400 جنيه. ايه سيارات ال 400 جنيه و400 جنيه؟ طب ويا ليه الواد ده؟ ده تسيب منك والحلال، لو محافظ عليه ما كانش عيب. تسيب وايه يا اخويا؟ والحلال. وبعدين نوعيه يعني، ليه تكشف عليه 400 جنيه؟ ما عندي العيل ملقح، ما فيش عيل مكشفني. انت خلصت الكلام ده، ما فهمتش حاجه من الموضوع ده خالص. ما جاش في ودنك كده اي كلمه من العيال اللي قالوها لك؟ حاجه زي ايه يعني؟ ما خطرتش على بالي حاجه. ما لفتش نظرك في الموضوع ده اي حاجه؟ لا خالص اطلاقا، ما فيش اي حاجه خالص. لا انا بس زعلان على الواد اللي كشف ده وكان عيان يا اخي وعملت فيه، والواد اللي قالك اما نجيبه الميه كل يوم بهدلها دي. ولا 400 جنيه. ما خدتش بالك برضه؟ 400 جنيه يا راجل، انا مش جاي لك 5 ايام. يا راجل يا مؤمن، ده عدى عليهم 5 شهور. 5 شهور؟ ده نعمل ما تيجي يا راجل، لو حد حاسس بالايام. 5 شهور 5 شهور 5 شهور زي بعض يا حاج باكر. انا مش هدي حاجه على ال 400 جنيه، انت عندك الكيف كتير، مش هدي حاجه يا راجل، بس نورتنا وشرفتنا انت والحبايب ده. يعني انت مستلف مني وباصص لي في اللي عندي؟ انا عايز حاجه يا عم، فين ال 400 جنيه؟ يا عم انت راجل معاك ملايين، في 400 جنيه اسبوع قد كده وبقى ارجعها لك لما تفرج، بس ابعتها معايا من عندي. يا راجل ده من خد وعطى، شارك الناس في مالها. حصل، ايوه حصل، صح؟ حقيقي حصل. امال ما حصلش معاك ليه؟ ما فيش. طيب اصلا لا مفيش يعني. مفيش. اسبوع يعني؟ اسبوع بالظبط. انا هستحمل عشان انا اللي استاهل. انا ايه؟ استحمل. صح كده. طب وليه الغلط يا حاج بقى؟ ليه الغلط طيب؟ يلا يا انت لولا في بيتي بس كنت عملت معاك الجنه. لولا في بيتي بس كنت عملت معاك الغلط كله. الفلوس معانا اهو، مش هندي، وهنستلف منه واحد تاني وتالت برضه مش هندفع، واللي عنده يعمل.